المغاربه شحال غياخذوا ديال الفلوس، واللي عايش غا بوحدو ما عنده ولاد شحال غنعطيو ديال الفلوس؟ اولا هذا الدعم موجه للاسر وموجه للفئات اللي هي معوزه. هاد الاسر يمكن يكون عندها وليدات ويمكن ما يكونش عندها وليدات. مراه كبيره عايشه بوحدها، الله يعطيك الصحه، مراه مطلقه كبيره عايشه بوحدها، جوج مزوجين ما سهلش الله في الوليدات. واحد عايشين معاه والديه، عايشين معاه والديه الكبار، خصو يصرف عليهم، خصو يدير لهم الدواء، خصو يدير لهم الجمعه. اللي عندهم الوليدات على كل ولد 300 درهم، 6000 ريال، 6000 ريال على كل وليد. شحال ما كان الاولاد؟ لا ماشي شحال ما كان ديال الاولاد، ماشي غنبقاو عاوتاني عاولد ورا الدوله كتخلص. لا 3 الوليدات، ولكن مزيان تولد. ماشي الشيء الاخر دبر راسك تاويها مزيان. واللي ما عندوش راه خصو يكون عنده، راه خصو يراعي في هادشي ديال الاولاد، خصو يراعي شويه، لانه غيولوا حتى هو خصو يخلص بزاف راه كثير. وبالنسبه للاسر اللي ما عندهمش، اللي مزوجين وما عندهمش ولا اللي ساكنها بوحدو، واللي ساكنها بوحدو، واللي اللي المراه مطلقه ساكنه بوحدها، المهم هو يكون اسره اللي هي معوزه، يكون ما عندوش. هاد الناس هادو غيكون واحد التعويض جوزافي فورفي هو اللي غيتحدد كل واحد شحال غيكون عنده. مزيان. دونك قلنا سيدي دابا اللي مجوج غيدي 300 درهم للراس للدري، اللي ما عندوش الدراري ولا عنده والديه معاه ولا مراه ساكنه بوحدها ولا حيت هذا ما غاديش، ما عندناش المعيار باش غنحكموا عليه نقول له واش عندك ولد ولا جوج. هاك واحد البركه، نقولوا له هاك واحد البركه، هاك واحد البركه، الله يعطيك الصحه، تعويض جوزافي على حساب الحاله ديالو. مزيان. هادو قلنا سيدي واللي عندهم الوليدات في وضعيه اعاقه، اللي عنده وليدات في وضعيه اعاقه 300 درهم حتى هو للراس، حتى هو للراس. واسمح لي كلمه تاع باش نعطيو 300 درهم مزيان، ولكن ما يمكنش لي انايا نعطي 300 درهم لكل شيء. عنده ولد عنده 25 عام غنعطيه حتى هو؟ لا ما يمكنش. راه كاين واحد السن محدد، هو السن ديال 21 عام، واللي فوق 21 عام خصو يكون باقي كيقرا. شكون غادي يستافد؟ اولا هو الفئات الاسر المعوزه فعلا، اللي محفحف اللي ما عنده حتى مدخول، ما عنده اللي كيعيش في الفقر، اللي كيديباني خدام مره بلومبيي مره تريسيان، في الفقر، اللي مسكين ما قادرش، اللي غالبو الزمان وما قادرش، كلشي غالبو الزمان، اللي غالبو الزمان بشكل كبير، اللي ما عنده حتى مدخول. هما الناس كما قلتي اللي عندهم الاطفال ديالهم في سن التمدروس، هاد الاسر اللي عندهم في السن ديال التمدروس، اللي كما جاء في البلاغ ديال الديوان الملكي، وهذا هو الجديد اللي جابوا صاحب الجلاله نصره الله، هو ان حتى الدراري حديثي الولاده حتى هما تخلص عليهم، حتى الدراري اللي في وضعيه اعاقه حتى هما تخلص عليهم، حتى الاسر اللي عندهم اللي ما عندهاش اطفال وفي وضعيه فقر مدقع وعندهم والديهم كما قلتي جالسين معاهم حتى هم مسنين، حتى هما غادي يتخلصوا عليهم. واحد التعويض جوزافي اللي غتحدوا الدوله شحال غادي ياخذوا. يعني هادو هما الفئات المستهدفه، هو الاسر المهدومه، هو لان هذا الدعم غادي يشمل باش يعرفوا الناس مزيان الحجم ديال هذا الدعم. راه ماشي تندويو على واحد الدعم ديال 3 ولا 5 الناس، راه كان يبقى دائما. هادو كندويو على واحد الدعم ديال 7 المليون ديال المغاربه ديال الاطفال في سن التمدروس، وكندويو على 3 المليون ديال الاسر المعوزه. يمشي غنبداو نفرقوا في الفلوس، نبداو نفرقوا نهايه هذا السنه من هذا العام. هادشي جاء في بلاغ ديال الديوان الملكي وفي الخطاب ديال جلاله الملك في البرلمان، انه نهايه هذه السنه غنبداو، لان كل شيء واجد. كيفاش الناس سيدي غيستافدوا من هاد 6000 ريال ومن هاد التعويض الجوزافي وها فورفي هذا يديت كي غنبداو نستافدوا؟ واخا غتمشي خصك تمشي تسجل في جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي السجل الوطني ديال السكان. هذا السجل الوطني ديال السكان يتسجلوا فيه كاع المغاربه كلهم، اللي عنده اللي ما عندوش، اللي خدام اللي ما خدام، اسره معوزه ماشي اسره معوزه، جميع المغاربه خصهم يتسجلوا فيها باش تستافد من الدعم ديال الدوله. ماشي فقط غير هذا الدعم المباشر، راه بزاف ديال البرامج ديال الدوله باقي جايين، باقي كلشي باقي، واللي جاي اللي كاين واللي جاي، سواء على وطنيا، يعني كتعطيهم لك الدوله على المستوى الوطني او على المستوى على بورس، هاتي سير كلشي، الارامل خصك تمشي تسجل في
فتسجل في السجل الاجتماعي الموحد. اييه ضروري خصك تمشي تسجل في السجل والسجل الوطني بجوج. لا الا ما كنتيش مسجل في السجل الوطني ما غاتسجلش في السجل الاجتماعي. لا قلنا السجل الوطني. السجل الوطني كيتسجل فيه كلشي. اللي باغيين يستافدوا من الدعم ديال الدوله خصهم يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد. هذاك السجل الاجتماعي الموحد كما قلتي سيستم ماشي بنادم ماشي بشر. يعني ما كاينش تلاعبات، ما كاينش هذا كنعرفوا هذا ولد خالتي هذا ولد عمتي. هذا عندك وريقات ديالك كاينين دي باز دو دوني كندخلوا ليهم، عندك تستحق ما عندك. كاين واحد العتابه قلتي لي ما عنديش راه غنجبدوا لك. ما عندك ما تكذب عليا. وكيف سمعتوا بهكا غادي نكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو. ما تنساوش عافاكم لايك ديالكم، لي كومونتير، البارطاج ثم البارطاج ثم البارطاج، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو.